الإخوان السلام عليكم. نهار مبروك، يحييكم أخوكم طارق حجاب في حلقة جديدة ومواضيع مختلفة جديدة. بن بطوش يهرب من المخيمات بمساعدة الكبرنات. أخيرا يغادر مخيمات تندوف. الأمور خرج عن السيطرة اللي ما غتخليش لبن بطوش ولا الكبرنات إلا حل واحد وأوحد، ألا وهو الهروب بكل ما تحمل الكلمة بمعنى من المخيمات. ثم غنشوف في محور آخر اعتقال رمضان العمامرة وزير الخارجية السابق. العمامرة بطبيعة الحال دوزنا معه وقت ماشي سهل، اللي كنا كنتحدثوا عليه وكنتحدثوا على الخرجات ديالو في معاكسة المملكة المغربية. الآن وصل إلى نهاية صلاحيته. التاريخ ديال نهاية الصلاحية ديالو لا دات دو بيرومبسيون وصلت، السيد ما بقاش عنده دور. الآن وصلوا أنهم يعتقلوه. غنشوفوا هذا الموضوع غنطرقوا ليه كذلك ونفسروا الحيثيات ديالو. ثم عندنا الكابرانات ينقلبون على دولة مسلمة، دولة مسلمة تستنجد وينقلبوا عليها، وهم مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. المواضيع ثقيلة، خليكم معنا لنهاية الحلقة. نبداو على بركة الله. الاحتجاجات في مخيمات تندوف تصل لمستوى خطير، خرجت عن السيطرة. نقدروا نقولوا انه الان المخيمات ديال تندوف وصلت هي كولومبيا في ايام ديالها اللي كنعرفوها ملي كنسمعوا كولومبيا، رغم ان الامور تغيرت فيها الان. انتقام القياديين من الساكنه، ولاو الان كيعتقلوا اي واحد ما كيعجبهمش او ما كيمشيش على الهواء او على الخطى ديالهم. اعتقالات تعسفيه، اخفاءات قسريه، تعذيبات، حتى اغتصابات في حق النساء. الامور وصلت لواحد المستوى خطير. ثم عندنا الان بدات تصفيه ديال الحسابات بين عصابات ديال المخدرات ومهربي الاسلحه. يعني لك ان تتصور ساكنه اللي فيهم ساكنه مدنيه ولات كتعيش وسط هذا الرعب. اصلا الظروف اللي كيعيشوا هي ظروف قاهره، ظروف خطيره جدا، وكيعيشوا في هذه المسائل، ولا عندهم حتى الامن ما كاينش انك تقدر تخرج. هناك سلاح، هناك مخدرات، هناك عصابات، هناك تصفيه حسابات. ولا المشكله انه واحد كيقول لك ربما انا كنتمي لواحد القبيله او واحد العائله وغادي ينتقموا مني باش ينتقموا من واحد اخر. ثم عندنا ثورات الان اللي كاينه من بعد التدخل ديال الشباب لايقاف الشاحنه ديال بن بطوش. باقي دوك الثورات ما سالاتش، رغم انهم راه حبسوا هذا الموضوع ما بقاوش كيهضروا عليه، لان هادشي اشنو دار؟ ولد واحد الصراعات قبليه. لو القبائل اللي كينتمي ليها واحد من الشباب او جوج من الشباب كيتصارعوا في بيناتهم، وكيتصارعوا كذلك مع الميليشيات ديال البوليزاريو اللي هما استعملوا هذه الخلافات القبليه باش يغطيو على هذا الفشل الذريع ويغطيو على هذه الجرائم اللي كتوقع هنا. يعني باش العالم شنو يقول لا هناك صراعات قبليه فقط، لكن صراعات قبليه شكون اللي شكلها وشكون اللي خلقها؟ هما الكبرنات. الشيوخ والاعيان ديال القبائل ديال الركيبات اصدروا تسجيلات صوتيه شديده اللهجه لقيادي البوليزاريو، كيهدوهم بانهم غادي يديروا لهم واحد الثوره هناك. لان كنعرفوا ان في المجتمع الصحراوي بصفه عامه، ماشي نسبه للجمهوريه المزعومه، يعني الصحراء بصفه عامه هي قبائل، وعندهم واحد الاحترام كبير للشيوخ والاعيان ديال هذه القبائل، يعني كيسمعوا منهم وكيرشدوهم. فمن هنا هاد الاعيان وهاد الشيوخ قال لهم انهم غادي يقلبوا عليهم الساكنه. يعني انه المشكل الى جاء لتندوف وجاء للساكنه ديالها وجاء كذلك للميليشيات، فمنين غيجي من قلب تندوف ومن قلب الساكنه. وصفوهم الان بعملاء الجزائر وهددوهم بحرب شامله، خصوصا لما تجاوزوا الخطوط الحمراء واعتقلوا الناشط الصحراوي اللي هو العينين السويد. اعتقلوه، ما سامحينش العائله ديالو باش انهم يطلعوا عليه، يطلعوا على المكان ديالو او يزوروه او يتواصلوا معه. كيرفضوا هذا الامر جمله وتفصيله، لان هذا السيد قام بواحد التحركات وجمع عليهم يعني الثوار اخرين، وتخلقات هناك مظاهرات وثورات ضد النظام ديال الكبرانات. اذا انتقموا منه بشكل مباشر من اجل كذلك ارعاب الاخرين. وما نساوش انهم داروا واحد الخطوه اللي خطيره جدا، والان دخلات على خط ذلك منظمات دوليه ومنظمات حقوقيه. شنو هي؟ هو انهم شدوا الاخت ديالو ميليشيا ديال البوليزاريو وعاقبوها وعذبوها. وهناك من ذهب لحد القول انهم كانت هناك محاوله ديال الاغتصاب ان لم يكن فعلا قد تم اغتصابها. وهذا الشيء هذا كامل وقع بحضور وبحماية الجيش الجزائري
يعني هو اللي حماهم، الجيش الجزائري اللي حماهم باش انه ما يوصلوش لها الساكنه وانهم يحرروها من يدهم. شدوها الميليشيات ديال البوليزاريو، اعتدوا عليها جسديا وجنسيا ونفسانيا لك ان تتصور، وهذا الشيء بحمايه الكابرانات والجيش ديالهم، لان عطاو واحد الاوامر باش ان الساكنه ما توصلش لذاك المكان اللي وقعت فيه هذه الجريمه المقززه. دابا الان كيواجهوا المجتمع الدولي وكيواجهوا جماعات حقوقيه او جمعيات وكيواجهوا كذلك منظمات عالميه. بن بطوشه شنو دار؟ حاول باش انه يكتف الحمايه حول المقر ديال الاقامه ديالو. ملي بدات هاد الثورات اللي كانت الحاجه اللي شعلت الفتيل هي لما شدوا ليه ديك الشاحنه ديالو، كانوا صادروا ليه الشاحنه ديال دوك الشباب اللي قال لك انك تهرب المحروقات، كتهرب المعونات اللي كتجيهم من الاتحاد الاوروبي والجمعيات الدوليه. عنده 7 ديال الشاحنات، تحركوا شباب في المخيمات وحبسوا شاحنات، صادروا واحد الشاحنه واحد المره، بقاو واحد المده تقريبا ديال اسبوع وما كيحاولوا باش يفاوضوا معاهم، ولو ما بغاوش يطلقوا عليهم. وصلوا لدرجه انه جات انباء من تما انه تيقولوا ما عطاكم واحد المبالغ ماليه غير سيروا بحالكم وخلينا نفكوا هذه الجره هذه. لكن القضيه وصلت للاشتباكات مسلحه، لانهم هذوك الشباب كينتميوا لاحدى القبائل او بعض القبائل اللي جاو حتى هما باش يساندوهم، ولات هناك اشتباكات. اذا شنو غادير الميليشيات ديال البوليزاريو؟ ولاو كيستعملوا معاهم القوه ديال السلاح، يعني ولاو عساكر كيحاربوا مدنيين. وملي شافوا راسهم انه الامور خرجت لهم عن السيطره شنو داروا؟ تدخلات الامن، اجهزه ديال الامن الجزائريه ولات هي طرف في الموضوع. اذا بن بطوش من شاف القضيه انه وصلت لواحد الدرجه اللي هي خطيره وانه ولات الحياه ديالو في خطر، اشنو وقع دابا الان؟ انفجر هذا الوضع هذا وخلى الكابرنات باش انهم يلقاو ليه واحد الطريق اللي هو اللي كاين واحد ماشي جوج. وفروا ليه طائره رئاسيه. بطبيعه الحال ما يقدروش يقولوا ان بن بطوش خرج ولا فر ولا مشى للجزائر ولا شي حاجه. علاش؟ لانه غادي يخلق لهم مشكل داخل الجزائر. مثلا لما مشى وهران ومشى شي بلاصه غادي تخلق لهم مشكل هناك، تولي هناك ثورات وحاجه اللي هما يلاه مكافين مع المشاكل ومع الحراك اللي كاين ضدهم، رغم انه اخمد لكنه ما زال موجودا. اذا شنو هو الحل اللي كاين؟ الى الدول دوله اخرى غادي يقول لك ان بن بطوش هرب وغتولي القضيه يعني انه وصلوا لموقف ضعف، فخصهم يلقاو لها شي حل ويلقاو لها شي تفسير. دابا كاين المراسيم ديال الاحتفال ديال التنصيب ديال الرئيس النيجيري اللي هو بولا تينوبو، اللي كانت جات اوامر من الولايات المتحده ومن الدول الاخرى باش انه ما يحضرش في الحفل ديال الترسيم. لكن ماذا حدث؟ هنا الكابرنات لقاو ان الامور خرجت عن السيطره، فداروا واحد التنسيق مع السلطات النيجيريه، وكان هناك واحد الاستعطاف كذلك للاداره الامريكيه باش يخليوه فقط انه يحضر تماك بدعوى انه جاي يقدم التهاني. وشكون اللي وفر لي طائره رئاسيه؟ لا كانت تتصور بطبيعه الحال هما الكابرانات. وفروا ليه طائره رئاسيه، مشى على متنها الشعب تما كيموت اللي كيسميه هو الشعب الصحراوي اللي هي الساكنه المحتجزه هناك، والعافيه شاعله والناس كطيح وهو جالس كيدور تماك يعني باموال الشعب الجزائري. اذا الان هم هربوا وخرجوا من هنايا وخلاو تندوف والمخيمات على صفيح ساخن. يعني باش تعرف واحد القضيه، كل واحد عنده تاريخ ديال الصلاحيه. الحمد لله ملي كتشوف الدول اللي هي ديمقراطيه او الدول اللي هي مستقره شنو كيوقع؟ ملي كيسالي واحد الشخص من واحد المنصب كيمشي بحالته كيعيش حياه عاديه او كريمه. الا في الجزائر كتلقى اي واحد خدم ملي كيسالي كينتقم منه بطريقه او باخرى. علاش؟ لانه يحمل اسرارا وتصبح خطرا. علاش كل مره كتسمع اعتقالات، كل مره كتسمع واحد غبروه واحد داروا له شي حاجه، والاعتقالات ماشي كيواجهوا ب6 شهور بسنه ديال الحبس، لان 6 شهور سنه غادي يخرج وغيهضر. الاغلبيه تيكونوا في واحد السن اللي هو كبير. يعني شنو كيديروا؟ كيحكموا عليه 15 و 20 عام. يعني السيد ما تيخرج كيكون اما توفى او كيكون انه كبر بزاف ما بقى عنده ما يدير، كيولي باغي غير يسلك الايام اللي بقات ليه. العمامره وما ادراك ما العمامره اللي كنت قلت لكم الراي ديالي اكثر من مره. قلت لكم انه في واحد الشق معين كان ليه نوع من الاحترام. ما كنهضرش على الشق ديال انه كيهاجم المغرب او كيهاجم الوحده الترابيه. اي واحد كيمثل الوحده الترابيه ديال المغرب طبيعه الحال لا نمكن له اي احترام ولا نناقشه ابدا. حنا كنهضروا على واحد الشق معين اللي هو نقدروا نعزلوه على الجوانب الاخرى. شنو هو؟ انه العمامره على الاقل يعني اكثر واحد فيهم اللي عنده واحد المستوى دراسي، انسان كيتحدث اللغه العربيه والفرنسيه والانجليزيه بطريقه او بمستوى مقبول لا باس به يقدر يدوز. بالاضافه الى انه كان يتحاشى التهجم على المغرب مجانا، ماشي بحال مثلا قارنا مع ذاك عمر بلاهم. شنو كيدير؟ هو كيكون لما كيتعطى شي امر باش انه يلقي شي كلمه او شيء من هذا القبيل. هذا ما يقوم به العمامره بالضبط. لكن ماذا حدث الان؟
العمامره بطبيعه الحال شفنا انهم على حين غره ناضوا يعزلوه، وكنا ناقشنا هذا الامر ودرنا عليه حلقه. علاش عزلوه؟ لانه اصبح يشكل خطرا على المؤسسه العسكريه وخطرا على تبون بشكل مباشر. تبون شفنا انه كيحاول باش ينفرد بالسلطه، وكيحاول حتى انه يتجاوز الكابرنات والمؤسسه العسكريه، مساله اللي ما عمرها ما كانت في التاريخ ديال الجزائر منذ ان انشئت سنه 1962. دائما تيكون الرئيس تحت الكابرنات، تحت المؤسسه العسكريه، هي اللي كتعطيه الاوامر وهي اللي كتعينه وهي اللي كتحيده. هادشي كنعرفوه. لكن تبون شفنا ديك المره انه داك الدراع الايمن ديالو اللي هو بوعلام مشى لفرنسا واجتمع برجال ديال المخابرات الفرنسيه باش يساعدوا تبون على انه يفرض السيطره ديالو، يفرض الهيمنه ديالو، يفرض الحكم ديالو، انه يجدد العهده ديالو، رغما عن انف الكابرنات اللي من بعد امروا باش يتفتح واحد التحقيق عسكري في حق بوعلام واصبح انسانا منبوذا واصبح تحت المجهر. اذا بالنسبه للكابرنات شافوا ان هناك خطر كبير عليهم. تبون كيشوف ان هناك واحد المنافس شكون هو العمامره. هذا هو السبب اللي خلى تبون باش انه يامر بعزل العمامره، لان العمامره بين قوسين كان افضل واحسن من ينفذ الاجنده ديال الكابرنات بالنسبه اللي تيقولوا لي هما. لان خصنا نعرفوا واحد القضيه، وزير الخارجيه دائما عنده واحد الهامش فين يقدر يتحرك، لكن في الجزائر راه ما عندوش داك الهامش اللي تنعرفوا حنايا انه يتحرك بطريقه عاديه واعتياديه، يعني بصفته وزير وكذا. لا، تما كينفذ بالحرف الاجنده ديالهم، داكشي اللي قالوا ليه ما خصوش يخرج على السطر كما يقال. اذا العمامره شافوا على انه انسان كسب شعبيه، انسان كاريزماتي بالنسبه لهم هما، ولا عنده واحد الوزن دبلوماسي، وخرجات انباء اللي كتشير على انه العمامره غادي يترشح للانتخابات الرئاسيه. ونأكد لك واحد المساله، العمامره الا ترشح للانتخابات الرئاسيه غادي ينجح، هذه كنأكد لكم نبصم لك عليها بالعشره. علاش؟ شنو اللي يخليني متاكد من هذا الشيء هذا؟ اولا خصنا نعرفوا انه العمامره كيحظى بالاحترام ديال الشعب الجزائري، لانه انسان بين قوسين متوازن، انسان بين قوسين متزن، ملي كيبغي يهضر كيعرف اشنو تيقول. ثانيا عنده باع طويل في الدبلوماسيه. ثالثا الطريقه ديالو يعني كيخليه انه يدخل في القلوب ان صح التعبير. رابعا المساله اللي هي مهمه جدا انه يحظى بدعم القبائليين كنهضروا على تقريبا راه كيشكلوا ما يقارب النصف ديال الساكنه، رغم انهم هما تيقولوا لك احصاءات اخرى. لكن في الجزائر راه كنهضروا على حسبنا الجزائر ودخلنا فيها القبائل خليناها تما، فنحن نتحدث الى ما كانت 50 فهي تقريبا 40%. اذا 40% وما تبقى يعني هما ناس وحدين اخرين اللي ماشي قبائليين لكن يتعاطفون معه، او على الاقل دوك الكارهون اللي تبون اللي بغاو ينتقموا من تبون وسائموا وملوا من الحكم ديال تبون غيبغيو يطير بحالاته وغيبغيو يعوضوا واحد بحال العمامره. اذا هنا شافوا ان هناك خطر كبير عليه، حيدوا العمامره من الخارجيه، لكن ما يمكنلوش ينتقم منه بطريقه اللي نقولوا يساليو معاه، يعني نوك اوت الكاو كيف تنقولوا، لان غادي تصير واحد الزوبعه غيبدا العالم تيتساءل اش وقع للعمامره، او العمامره كان وزير من بعد ما بقاش. اذا نحيدوا اولا من الخارجيه باش ما بقاوش عنده مواقف، ما يبقاش كيبان، يبدا الشعب الجزائري كينساه، ومن بعد لقاو ليه شي فضيحه او لقاو ليه شيء من هذا القبيل، لانه كانوا كيظنوا ان العمامره غادي توسل لهم، غيجي عندهم غادي يقول سمحوا لي راه دابا انا ما بقيتش باغي نترشح لا حتى شي حاجه. لكن العمامره ما هضر ما تكلم وبقى في الموقف ديالو، وجميع المؤشرات تشير الى انه بغى يترشح للرئاسه الجزائر اللي بقات لها فقط شهور. إذا هنا جاءت المفاجأة، الكابرنات الآن يأمرون بتوقيف العمامرة وسحب جواز سفره الدبلوماسي ومنعه من مغادرة البلاد برفقة زوجته. السيد كان عادي، كان يستعد للسفر، الوجهة ما عرفناهاش، كان يستعد، شدوه حبسوه، اجي ما عندكش الحق تسافر، وقفوه دابا ودخلوه للتحقيق. باقي ما نقدروش نقولوا انه قيد الاعتقال، لكن راه مازال في التحقيق. اشنو كاين؟ انت والزوجه ديالك ممنوعين من مغادره التراب الوطني، واخا بلاتي نمشيو مع هاد الناس بعيد. نفترض جدلا، اولا نهضروا على واحد النقطه، نفترض جدلا انه العمامره قام بمخالفه او قام بشيء اللي ما خصوش يديروا. ما علاقه زوجته بالموضوع؟ هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه. اذا هذا المؤشر هو مؤشر انتقامي، يعني انه بغاو يهرسوا ليه الشوكه ديالو هو والزوجه ديالو، يعني ربما كان معاه شي حد اخر مقرب حتى هو كان غيديروا له نفس العمليه. شنو هي التهمه دابا اللي كيواجهوا بها العمامره؟ رغم انه باقي المدعي العام ما وجهش ليه واحد التهمه اللي هي مباشره، لكن تيقول لك اسيدي ان العمامره متهم بالتخابر مع دوله عدوه. عطاوه هذه التهمه هذه اللي حطوا ليه فوق الطاوله، انت متهم بالتخابر مع دوله عدوه. شكون هي الدوله العدوه؟ لا كانت تتصور وكنعرفوا الدوله العدوه اللي هي رقم واحد عندهم بطبيعه الحال هي المغرب، رغم انهم اعداء ديال كل شيء.
طبيعة الحال واحد بحال العمامرة اللي كيعرف واحد النظام كيفاش كيشتغل، خصك تعرف انه في الدول الاخرى، الدول الديمقراطيه اللي عندهم قضاء نزيه، كيجيو كيوجهوا لك واحد التهمه، هما اللي كيولي مفروض عليهم باش انهم يجيبوا لك الادله والبراهين اللي كتورطك، ماشي العكس. في حين ان في النظام عندهم كيقدر اي واحد يجي ويقول لك انت بان قتلتي فلان، كتقول لهم انا ما قتلتش، كيقول لك سير جيب الادله انك ما قتلتيش، رغم ان هذه في القانون راه ما كايناش، لا في القانون الدولي ولا في القانون الجنائي ولا في القانون المحلي ديال اي بلاد، ما يمكن لهاش تكون. لكن العمامرة يعرف ذلك. اذا هنا شنو غيوقع؟ غادي تتم المقايضه وغادي يتم الضغط وغيتم الابتزاز ديال العمامرة. غادي يقول لي يعني كاين جوج الحالات، يا اما انه يتعهد بشكل مباشر على انه ينسى الرئاسه، ربما يمشي يقول لهم جلس في بلاد اخرى، رغم ان استبعدت المساله هذه لان عرفوا الا مشى جلس في بلاصه واحده اخرى غيقدر يهددهم من تماك بمعلومات واللي كيبتز النظام الجزائري وهو كيعرف عليه الكثير. اذا هذه المساله هذه تبقى محتمله، لكنني شخصيا انا استبعدها. المساله الثانيه هما يعطيو شي اقامه جبريه، هذه اللي ما بغاوش يدخلوا للحبس يعطيو واحد الاقامه جبريه لكن يكون مراقب، او يدخلوا له واحد البند اللي كيمنعوا او كيجعل منه شخص مشبوه فيه او مشكوك في امره باش انه يقدر يترشح للرئاسه ديال الجزائر. الحاجه الثالثه وهي سهله عند نظام الكابرنات هو انهم يثبتوا عليه التهمه بشكل او باخر، يجيبوا لي شي تسريب، يجيبوا لي شي اتهام، يجيبوا لي شي شاهد اللي خلقوه هما، في اخر المطاف يقول لك السيد انه ثبت انه قد يعني تخابر مع دوله عدوه وهي المغرب وافشى اسرار ديال الدوله. اذا كنقول لك انا العمامره هذه هي النهايه ديالو كشخص، ما غاديش نبقاو نسمعوا عليه الا ما هو سيء، الله يلطف. هادشي اللي نقدروا نقولوا. الكارثه، المفاجاه الطامه، الحاجه اللي غتصدمك اخي المواطن، هادو اللي مع فلسطين ظالمه او مظلومه ومع تقرير المصير، حق الشعوب في تقرير المصير. كنعرفوا انه اكثر دوله في العالم كتغنى بجوج ديال الشعارات صبحا وعشيا. شنو هي الجزائر. وباش كتغنى بجوج الحوايج، كتسمع حق الشعوب في تقرير مصيرها وكتسمع مع فلسطين ظالمه او مظلومه. هذا الكلام تنسمعوه صبحا وعشيا. الان غيتعراو وغيتفضحوا. الدوله ديال كوسوفو اللي كيعرفها راه كيعرفها، اللي ما كيعرفهاش راه ما كيعرفهاش، هي دوله مستقله اللي ملاصقه مع صربيا. هذه الدوله السكان ديالها كلهم مسلمين، العاصمه ديالها هي بريشتينا. الدوله هذه ماشي جميع الدول كتعترف بها، علاش؟ لان كيقول لك جزء من صربيا، ولكن انت مثلا غادي من صربيا لكوسوفو يمكن لك تدخل، لكن كنت خارج ما كيقبلوكش، يقول لك اسيدي ما تخرجش من تماك، سير جهه واحده اخرى. يعني مشيتي على في الارض مثلا، يعني في الطريق البري، اوكي. هذه الدوله هذه صربيا بطبيعه الحال ما عمرها ما اعترفت بالاستقلال ديالها، رغم ان هذه الدوله هذه هي دوله كامله المعالم والاركان. باش نتفاهموا، بالنسبه لديك الدوله لا مشيتي لها غتشوف واحد المساله، ماشي تصحاب انه كيطالبوا بالانفصال، لا، هي اصلا منفصله وهي اصلا مشكله دوله ديالها وعندها رايه ديالها وعندها كل شيء مختلف. صربيا مازال كتدعي انها هذيك البلاد تابعه لها، مزيان، لكن ماشي الدول كلها معترفه بها، كاينه دول اللي ما معترفاش بها، لكن الاغلبيه ديال الدول المسلمه او الدول الاسلاميه تتعترف بها تعاطفا مع المسلمين. علاش؟ لانه كانت هناك مذابح وكانت هناك مجازر اللي كانوا قاموا بها الصرب في حق الساكنه المسلمه هناك، وهذا كان واحد من الاسباب اللي خلاهم هما انهم واحد النهار يطالبوا باستقلالهم. اوكي، الان الامور رغم ان هادشي كان سالا تقريبا من 30 سنه بس على هادشي، الان الامور بدات من جديد. هناك توتر خطير جدا ما بين كوسوفو وما بين صربيا. القوات ديال حفظ السلام الان منهم اكثر من 30 عنصر تعرض يعني لاصابات بليغه، ماتوا بعض الاطراف، ماتوا بعض الاشخاص من الطرفين. الان كوسوفو تستنجد وتستغيث، والشعب الكوسوفي يطالب الدول الاسلاميه بالتدخل لحمايته. لكن اسمع وصمه ديال العار، الكابرانات خرجوا الان وساكتين، ما هضروش نهائيا على هذا الموضوع، ما هضروا على تقرير مصير الشعب، ما هضروا على حمايه الدول الاسلاميه، ما هضروا على حتى شي حاجه. وتبون الذي يعتبر نفسه انه قائد المسلمين او الخليفه الجديد لا يحرك ساكنا. عرفتي علاش ولا ما عرفتيش علاش؟ لانه ببساطه هم لا يعترفون بدوله كوسوفو المسلمه ويتملقون للصرب، وكيقول لك سيدي ان كوسوفو هي جزء من صربيا. هذه المعلومه ما عرفتش عارفها ولا ما عارفاش اخي المواطن، لكنها معلومه ثقيله ووصمه عار في جبين الكابرانات. الان ملي الامور غادي تشد غادي يحتاجوا لموقف واضح، واؤكد لك انها الجزائر هي مع صربيا ظالمه او مظلومه، لكن في وجه من؟ في وجه دوله مسلمه وشعب مسلم اعزل اللي هو الشعب الكوسوفي. عاشت المملكه المغربيه الشريفه ولا عاش من خانها ولا غالب الا الله. اخوان، كنتمنى الحلقه تكون عجباتكم، كنتمنى نكونوا دوزنا اوقات شيقه،
كنشكركم بزاف على المتابعة، كيحييكم خوكم طارق حجاب، والسلام عليكم ورحمة الله.